مش هدخل بقى واتكلم وكده الا لما نتجمع كلنا. حد يقول سامعني مش سامعني، بيحصل ايه؟ صوتي باين مش باين؟ ها؟ حد يقول لي صوتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد يقول لي بقى صوتي باين ولا مش باين، عشان نبدأ الكلمتين الحلوين اللي احنا عايزين نطلع نقولهم النهاردة، اللي هيبقوا صعبين شوية، بس أنا اتفقت منها. طيب، سامعين؟ very good. طيب، دلوقتي أنا من يومين كلنا شفنا اللي حصل مع حسام وشيرين. وانا طبعا اتعصبت، ولما شفت الموقف كتبت كلمتين، وبعد ما كتبت الكلمتين قلت ايه انا مالي اصلا؟ انا واخده عهد على نفسي ان انا مش هتكلم في موضوع شيرين وحسام وبتاع. امسحي بنت ايه التويته، وهقعد اتفرج زي بقيه الناس اللي قاعده بتتفرج وخلاص مفيش موضوع. آه... اسبي بقى افوجئ، اسبي افوجئ بالرسائل الصوتية أو الفويس نوتس بتاعة حسام حبيب، اللي معرفش هو بعتها لمين. مدينا شوية أسئلة، آه، أسئلة يعني صعبة، و وعايز إجابات من الناس، عايزنا إن احنا نجاوب. وبعدين قرينا بقى شوية كلام وشوية تحقيقات وحاجات كده. فأنا أول فويس نوت، أول رسالة صوتية أنا سمعتها وهو بيقول أو هو بيتساءل عن الفلوس اللي هي كتبتها في المحضر ان هي بتفتري عليه، ان شيرين بتفتري عليه وما اعرفش ايه وبتاع، وجبتي الفلوس منين، وعايز الاموال العامه تسال بقى من اين لك هذا لو الفلوس فعلا موجوده، مروقها الحقيقه. وبعدين طالع بيقول انا ما خدتش منها فلوس وعمري ما خدت منها فلوس، ومدينا شوية أسئلة كتير قوي. فإحنا كمان كجمهور، طالما أنت طرحت علينا الأسئلة، إحنا كمان كجمهور من حقنا كمان إن إحنا نسألك. خلاص. السؤال الأولاني، زي ما إحنا قرينا إن حضرتك ما ضربتهاش، أنت كنت بتحاول تشيلها من على بنتها وهي بتضرب بنتها، ومش هقدر اقول لكم يعني شيرين الوحش الكاسر كانت بتعمل ايه في بنتها علشان ما اقضيش بقى عليها خالص وتبقى شيرين انتهت. باي صفه؟ انت باي صفه بتعمل كده؟ لا انت جوزها، ولا انت خطيبها، ولا انت اخوها، ولا انت ابوها، ولا انت حد. فانت بأنهي صفه بتحوش ما بين شيرين وبنتها؟ ادي واحد. اتنين، لو كان هي دي النتيجه عن ان انت بتحوش ما بينهم، امال قفشت على اخوها ليه؟ لما انت قلت ان هو راح واخد 20 بلطجي علشان يروح يدخلها المستشفى وينقذها، قفشت على اخوها ليه؟ على الاقل اخوها لما راح بال20 بلطجي as per you said، ما شفناش وشها متشلضم وعينيها معمولة، وما شفناش الكلام ده مع اخوها. فاذا كنت انت مدي نفسك المبرر، طب ما اخوها اللي كان عايز يعالجها وديها مستشفى نفسية، طب ما اخوها اولى بيها. ادي واحد. فانت ايه يعني، الحكايه ماشيه ازاي؟ ادي اول سؤال. تاني سؤال، انت باي صفه اصلا موجود هناك؟ انت مش احنا سمعنا ان انت في فويس نوت بتبارك فيها لشيرين، وقررت تعمل اغنيه ليها هي وخطيبها علشان تبارك لهم؟ وبعدين انت قد ايه انسان يعني على قد حاله، يعني زي ما بيقولوا باللبناني، واوبن مايندد وكده، وهتعمل لهم. فين الاغنيه يا حسام؟ ده تاني سؤال. يعني احنا ما بنسمعش غير فويس نوتس بس.
احنا ما شفناش اي اغنيه مباركه. دي تاني حاجه. تالت حاجه، طلعت المتحدث الرسمي باسم شيرين، تحت اماره ايه؟ فين خطيبها؟ خطيبها موافق ولا ايه ولا ايه؟ ولا مفيش خطيبها اصلا؟ وبعدين ايه موضوع الرسائل الصوتيه ده؟ رابع سؤال او خامس سؤال، ايه موضوع الرسائل الصوتيه اللي بتتسرب على تليفونك وانت لا تعلم؟ ايه؟ ما انت انا بقول لك احبس اللي عمل كده، لان احنا ما بنسمعش حاجه، لا بنسمع اغاني لحسام ولا بنسمع حاجات لحسام، احنا ما بنسمعش غير فويس نوتس بس، رسائل صوتيه بس لحسام حبيب. السؤال بقى اللي بعده، انت باي صفه انت كنت بتحوش ما بين ام وبنتها؟ باي صفه؟ انت قلت ان انت ما بتشتغلش مع شيرين وما اشتغلتش مع شيرين، وفي اخر فويس نوت انت بعتها لاي تي بالعربي بتقول فيها انا ما خدتش فلوس خالص من شيرين، يعني ما فيش ما بينكم اي معاملات ماليه او ماديه، فبالتالي انت ما بتشتغلش مع شيرين. ده اللي احنا فاهمينه والله كجمهور. لو عندنا بقى مشاكل يا ريت تقول لنا، يعني احنا لو فاهمين غلط يا ريت تقول لنا، بس انت طرحت علينا 600 سؤال يا حبيبي، انت كمان لازم تجاوب علينا. فالسؤال هنا، انت لا بتشتغل معاها ولا خاطبها، والمفروض ان هي مخطوبه وهتتجوز واحد تاني و... وانتوا مش صحاب، والحياه خلاص كل واحد فيكم راح لحاله، وما بتشتغلش معاها، كنت موجود في الاستوديو بناء على ايه يا استاذ حسام عشان انت تحضر المشهد ده كله؟ ما تجاوبنا، عشان احنا يعني احنا جالنا حموضه. جاوبنا. السؤال بقى اللي بعديه، هل يعني هي علشان في بقى حاجة تانية انت فويس نوت بتقول فيها انا كنت شغال معاها ولا معرفش ايه، انا ليا فلوس عند شيرين مقابل شغل، ولا انا ما فهمتش كويس بصراحة، برضه احنا محتاجين حضرتك توضح لنا الموضوع ده. وهل هنا لما شيرين اتهمتك ان انت، او انت بتقول انا ليا فلوس عند شيرين وهي متهماني بالنصب، يعني هو حرام عليك وحلال على الشركة اللي هي كانت فعلا بتشتغل معاها حقيقي و... وكان ليهم فلوس، قلت عليهم ان هم نصابين وما لهمش فلوس؟ يعني انت مدي نفسك لحق ان انت تتدخل في حياة شيرين ونشوف الشلاطين دي كلها عشان انت بتمنعها عن بنتها، لكن اخوها اللي من امها وابوها ملوش الحق، وانت ليك الحق ان انت تشتغل معاها ويبقى ليك فلوس عندها وتاخد فلوس منها، لكن اخوها يبقى نصابه حرام. الفويس نوتس بتتسرق من عندك واحنا بنسمعها كجمهور وانت ما عندكش اي فكرة عنها. شيرين هي اللي بطحت نفسها وهي اللي بهدلت نفسها وانت مالكش اي صلة بالضرب. انت الملاك الحارس اللي موجود في حياة شيرين، وشيرين دي شيطان. مش ده اللي انت بتحاول تقوله؟ انت موجود في حياة شيرين ليه؟ اوعى تقولي حب، عشان الحب لما بيبقى فيه تنازلات بيقلب مصلحة. حضرتك بتقول ان حضرتك ما اشتغلتش مع شيرين وليك عند شيرين فلوس قد كده. امال حضرتك بقالك 5 6 سنين من ساعة ما اتجوزت شيرين بتصرف منين؟ قول لي عشان انا هعمل اللي انت بتعمله، هقعد في بيتنا ما اشتغلش وهاخد نفس الطريق اللي انت سلكته علشان اصرف عليا انا وعيالي. لو حضرتك ما بتشتغلش مع شيرين واحنا ما بنشوفش حضرتك اي اعمال بقالك 5 6 سنين، وحضرتك ما عندكش حفلات بتطلع تغطيها بره مصر او داخل جمهورية مصر العربية، ما سمعتش وما شفتش، حضرتك بتصرف منين كراجل على نفسك وعلى مراتك؟ منين؟ اديني الطريق يا حسام يا حبيب عشان انا كمان امشي وراه. خسرت امها ورضا امها عليها، رغم انه امبارح اول حاجه حصلت انه مامتها خدت اخوها واختها وراحوا لها، لان في الاول وفي الاخر ضناها. خسرت امها ورضا امها عليها، خسرت اخوها، خسرت اهلها، خسرت شغلها. آه، موضوع روتانا وانا عندي المستندات على فكره، وما كنتش عايزه اطلعها ولا اتكلم فيها. كان عندها عقد محترم جدا مع روتانا، خسرته. حفلات بتتلغي، آه، على وشك انها كانت تخسر بناتها، آه، وجمهورها هو.
فاضل حاجه تانية يا استاذ حسام؟ فاضل حاجه تانية؟ وبعدين انت بتقول ان انت قد ايه راجل محترم، واحنا مصدقين يا سيدي. في بقى راجل محترم يقف يصور الست اللي انا مش عارفه مسماها ايه ما بين قوسين، يعني مراتك لا، خطيبتك لا، اختك لا، بنت خالتك لا، بنت عمتك يمكن برضو لا. طب ايه بنتها؟ بس ماشي، حاضر. ايه بقى اللي يخلي راجل يجيب تليفون يصور واحده وهي عماله منهاره بقى؟ دي ما بقاش فيها حاجه. احنا مش عارفين يعني اوجه الكلام لشيرين ايه، ما فيش حاجه خالص، مش فاضل حاجه، وعماله تدغدغ وتكسر وتدغدغ وتكسر، وانت واقف بتصورها احتياطي. يعني احتياطي؟ انت واقف بتصورها احتياطي؟ الصوت ماله يا جماعه؟ تمام الصوت؟ الصوت طب ثانيه واحده كده وانتوا قولوا لي. تمام الصوت. ها اوكي الصوت سامعيني ولا مش سامعيني؟ الصوت مسموع ولا ايه يا جماعه؟ مسموع؟ اوكي طيب. فدي يا استاذ حسام كده سريعا وبسرعه يعني لستة الاسئله اللي احنا بنطرحها عليك بقى كجمهور، وعايزين حضرتك تجاوب عليها. انت في حياه شيرين بقى تحت انهي مسمى؟ انت بتجيب فلوس منين؟ بقالك 5-6 سنين بتصرفهم على نفسك او بتصرفهم على شيرين؟ طالما انت ما بتشتغلش معاها. في حاله ان انت بتشتغل معاها كنت بتاخد منها نسبه كام؟ ويا ريت حضرتك تقول لنا امال حضرتك ليه اتهمتوا اخوها والشركه اللي كانت بتشتغل معاهم ان هم نصابين عشان هم عايزين ياخدوا منها نسبه، فاشمعنى هم وانت لا؟ يعني ليه؟ 4 ايه؟ لا انا سالتك اسئله كتير قوي. ايه يا حسام بجد؟ انت قبل ما تتجوز شيرين عبد الوهاب، شيرين عبد الوهاب دي كانت نجمه النجوم في الغنى، وكانت عامله برنامج مكسر الدنيا، وكانت عامله مسلسل مكسر الوطن العربي، وكان كل الناس بتشيد بتمثيل شيرين عبد الوهاب، وكان فيري كلاسي في لبسها، شكلها منمق، واخده بالها من اكلها ومن جسمها، ومحدش عمره سمع عنها حاجه، ومحدش عمره سمع فضايح شيرين، وشيرين بتضرب وشيرين بتكسر وشيرين بتبهدل، حتى لو هي شيرين كده، بس احنا عمرنا ما شفنا لها راجل فضحها على الهوا بالطريقه دي. وكانت رائعه، اللهم بارك في كل شيء. انت شايف انت سبتها عامله ازاي؟ كام كيلو، مش قادره تمشي ولا تلبس. شفناها في الفيديو، اتفق او اختلف معاها، الفيديو يقطع القلب، يقطع القلب. ومنهاره، وانت بتقول بنتها كمان، حفلات تتضرب، وجمهور يتكلم هنا وجمهور يتكلم هناك، ويا تاني شيرين، ويا قصة شيرين وحسام ما بتخلصي، وشيرين اصلها عملت معرفش ايه في حسام. يعني مسلسل اجزاؤه بقت مملة وسخيفة ولا تنتهي. ناوي على ايه اكتر من كده؟ الست خلصت. مش الناس عماله تقول لي كلمي مع شيرين، اتكلم مع شيرين اقول لها ايه؟ اتكلم مع شيرين اقول لها ايه؟ وانا بقول لكم انا عندي ادله وعندي اثباتات على حاجات كتير قوي في القصه دي. انا قلت لا ليا فيه ولا هتكلم ولا هطلعها، بس هطلعها بقى، طلعها بقى عشان الفويس نوت اللي احنا سمعناها بتاعنا. انا عايز الجمهور يعرف، خلي الجمهور بقى يعرف كل حاجه، كل حاجه. وايه
واذا كان عندها، اذا كنت انا اخد $5000 فهي جايباهم منين وسحباهم من انهي بنك؟ ولو ما كانش كده يبقى بقى الاموال العامه بقى تشوف بقى هتعمل معاها ايه. ده بجد، ده بجد، انت بجد. والفويس نوت بقى فيها شويه كلام فيه فوكاب كده انجلش، كلمات انجليزي كده عشان احس انه يعني على قد حاله يعني. وبعدين بقى في يعني لا يعني، وانت عارف زي ما انا عارفه انها مش هتعرف ترد عليك دلوقتي، وانت عارف ليه وانا عارفه ليه. فايه ويا معلم، ساعتين تلاتة والحق يبان، وبعد ما اعرفش ايه بعد ساعة المحامي بتاعها يطلع اقرار بال مش عارفة ايه. آه، انت من حقك تمشي من اي علاقة ما تعجبكش، بس امشي بشياكة. وبعدين هو حد ضربك على ايدك؟ ما انت سمعتها وهي داخله في برنامج، في مداخله وبتقول يبصق على وجهه ولا يبول على وجهك، انا مش فاكره هي قالت ايه. كملت يا معلم زي ما انت بتقول يا معلم، ما انت كملت يا معلم، هو حد ضربك على ايدك؟ يعني انا مش راجل، بس انا لو حد طلع في برنامج قال عليا يبولوا على وجهي ولا يبولوا على وجهها، لو في عيش وملح ما بيني وما بينه او ما بيني وما بينها، اقل واجب هعمله ان انا مش هرفع قضيه تسبب بس وهسكت. بس مش هعرف الطرف ده تاني. لكن انت ايه يا معلم؟ صحيح على رأي ما انت بتقول يا معلم قدامها ساعة ايه يا معلم؟ هم؟ ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اصل انا بحبها ومعرفش ايه والحكايه والروايه وانا كنت عايز اعمل مش عارفه ايه وبتاع. في واحد بيحب واحده يسلمها على الهوا كده يقول لك الاموال العامه. طب قول الكلام ده في النيابه عشان تدافع عن نفسك، لكن طلع تقول كده في ال ايه ده؟ مش فاهماك، انا مش فاهماك. طيب احنا يعني تمام ماشي. وبعدين طلع تقول ايه في الفويس نوت؟ اصل اخوها نصاب، اخوها ده نصاب. على فكره انا في يوم من الايام هاجمت اخوها على فكره عندي في البرنامج، كنت بدافع عنك انت وانا غلطانه، انا اسف. اللي يغلط يقول انا اسف على طول، فانا غلطت فانا لازم اقول انا اسف. فاخوها نصاب ليه؟ واخوها كان معاها توكيل وباع الشركه للي مش عارفه ايه. طب ما هو لو اخوها نصاب وهي دخلت المستشفى ما باعش لنفسه كل حاجه ليه؟ ما باعش لنفسه كل حاجه ليه؟ ما حجرش عليها ليه؟ ما عملش اللي انت عملته ليه؟ والنبي لما اتكلمنا من خلال الفويس نوتس اللي بتطير من تليفونك وانت ما عندكش فكره هي بتطير ازاي وكده، ولما تعرف يبقى احبذ اللي عامل كده. انا يعني انا هايلي ريكومندنج، بس انا هكلمك بالانجليزي بقى عشان بتتكلم بالانجليزي كتير. ف يعني ابقى احترم عقولنا شويه شويه، بس ايه يعني لو سمحت احترم عقولنا بس، يعني ده كل اللي احنا هنطلبه منك. ولا حد بقى هيقول حاجه ولا حد يعني. وانا عندي المستندات يا حسام، بس انا يعني احنا ملناش دعوه اصلا. هي جات لي كده ام باسون كده، يلا هكلمك فرنساوي كمان عشان انت اكيد لغتك التانية فرنش، عشان بس نبقى فاهمين بعض وانت بتتفرج على الفيديو. ف
ويا رب حد ينقذ شيرين. يعني انا انبسطت لما عرفت انه مامتها واخوها واختها راحوا لها امبارح. انا انبسطت لانه هي شيرين محتاجه تتعالج. يعني شيرين محتاجه حد يقف جنبها. الكلام اللي على السوشيال ميديا ورايحين وجايين وبتاع ده مش هيعمل حاجه لشيرين. شيرين محتاجه تتعالج نفسيا، علشان منظر اللي احنا شفناه ده منظر يقطع القلب، سواء احنا متفقين معاها او مش متفقين معاها. احنا مش طالعين ندافع على شيرين عبد الوهاب على فكره، انا مش محاميه بتاعت شيرين عبد الوهاب. وانا بقى مش هرد على بقيه الفويس نوت علشان يعني في حاجات حتى يعني انا مش عايزاك تبقى متضايق. فانا مش بعمل الفيديو ده عشان اضايقك خالص. انا بس بعمل الفيديو ده عشان الناس اللي انت رحت سالتهم احنا كمان بنقول لك شويه اسئله، لو سمحت رد علينا، يعني فاهم؟ وخلاص يا حسام. ويعني ابعد بقى عن شيرين، ابعد عن شيرين خلاص. يعني طالما شيرين بهذا الجنون وبهدلتك كده وراحت بطحت نفسها علشان تلبسك قضيه وتلبسك مصيبه وانت ما عملتش حاجه، انت ما عملتش حاجه. وخايف قوي على بنتها. طالما انت خايف قوي كده على بنتها، لما رحتوا سهرتوا في بيروت اعتقد ولا ما اعرفش مين، احنا شفنا كلنا الفيديو وانت قاعد انت وشيرين، والبنت كان عندها ساعتها 11 ولا 12 سنه وقاعدين معاكوا في نفس الريستورنت اللي فيه درينكس وفيه حاجات. ما قلتلهاش عيب يا شيرين اللي انت بتعمليه دوت؟ ما ينفعش بنتك تقعد معانا ليه؟ لو انت خايف قوي كده على البنت، يعني لو انت قد ايه you are a father figure، ما عملتش كده ليه؟ ده سؤال تاني برضو. فاحنا بنطرح عليك الاسئله زي ما انت بتطرحها علينا، وده ليس فيه اي تقليل لشأنك على فكره. بس انا واحده من الجمهور سمعت الكلام وبسألك، وارجوك يا حسام ارجوك، انا عايزه اعرف ايه هو الطريق اللي انت سلكته اللي خلاك تعرف تصرف على نفسك انت ومراتك الخمس ست سنين اللي فاتوا من غير ما يبقى عندك شغل. عشان انت بتقول شيرين تروح للاموال العامه. طيب قولي بقى، حضرتك بتصرف بقالك 5 6 سنين قوامه بقى راجل، ها؟ عليك انت ومراتك. منين يا حسام؟ منين؟ قولي عشان انا عايزه اعمل زيك. انت بالنسبه لي يعني ايه؟ دماغك في الحته دي دماغ متكلفه، فقولي اعمل زيك. في حد بيقول لي انا شايفه ان الهجوم عليه غير مبرر وايه غير مبرر وحاجه غير مبرر وايه بقى، لا مش عارفه، قالت غير مبرر وملوش لازمه حاجه كده. آه آه انا مش بهاجم حسام، انا بساله اسئله، هو طرح اسئله علينا فاحنا عشان عايزين نفهم اكتر، فانا بسال الاسئله دي عشان عايزه افهم يعني الحكايه شكلها عامل ازاي طالما هو دخلنا قوي كده في الموضوع. ادي واحد. اتنين، لا انا مش طالعه اتكلم على موضوع ان هو ضربها ولا ما ضربهاش. الحكايه في النيابه في التحقيقات يعني ايه، النتيجه اللي هتطلع هتبقى النتيجه الحقيقيه الصحيحه. لكن انا بتكلم في احنا واحده كانت مكسره الدنيا عامله برنامج مش حلو عادي، مش حلو عادي، عامله مسلسل 30 حلقه، مش ممثله قويه عاديه، ست from the top 5 من اكبر 5 اسماء في الغنى وفي النجاح والمش عارفه ايه كان ساعتها، ومكسره الدنيا وشيك. واحنا كنا بنشوف بس شيرين عبد الوهاب تطلع على المسرح نقعد نتفرج على شيكتها ولبسها وكده. خلاص معانا بعد ال5 6 سنين يعني هو استلمها كده، هيسلم ايه بقى؟ فوق ال100 كيلو اللبس يا حبيبتي. بتحاول على قدر المستطاع دلوقتي نفسية، حلقت شعرها مره والمره التانية قصت شعرها والمره التالتة قالت كلام وعكسه، وحسام صح لا حسام غلط، لانه خلاص هي الست تعبت.
و ما بتشتغلش، حفلات بتتضرب. عقد مع روتانا كان ألبومين. عملت عملت تقريبا كام أغنية فيهم وخلاص. و و و و و وخلاص وخلاص. يعني انا هقول ايه؟ وخلاص فعلا. فلو مفيش دليل، لو حضرتك شايفة ان كل ده مش دليل، آه ايه؟ وبعدين لو انت يا حسام، ده السؤال الاخير والله وهقفل بقى خلاص، هقفل بجد. بس لو انت يا حسام شايف انه شيرين اتيتيودها مش صحي، او هي نفسيا مش مظبوطه، عندها مشاكل نفسيه، او عندها هواجس، او عندها انجر مانجمنت اللي هو التحكم في الغضب، عندها اي مشكله ما، انت بقالك 5 6 سنين متجوزه، ما عالجتهاش ليه؟ ما عالجتهاش ليه؟ لو انت بتحبها قوي كده زي ما انت كاتب، زي ما انت قايل في الفويس نوت، انت ما عالجتهاش ليه؟ ليه؟ ما هي كانت مراتك وبتسمع كلامك، وانت بتقول انها زي بنتي، وانا ابعدي بقى، وانا زي باباها وكده اهو. ما عالجتهاش ليه؟ انت كنت مستني ايه؟ وقفشت على اخوها لما كان يفكر يعالجها. خسرت كل الناس، خسرت مامتها واهلها واخوها والشركه اللي كانت بتشتغل معاها والجمهور ونفسها قبل كل شيء وبناتها، وما عالجتهاش ليه؟ مستني تخسر ايه تاني؟ انت مستني تخسر ايه تاني؟ وانت عارف شيرين عبد الوهاب كانت متمسكه بيك ليه؟ انت عارف. طيب، دول الكلمتين او دي الاسئله اللي احنا بنطرحها عليك يا استاذ حسام كجمهور. انا اخر حاجه سمعتها الفويس نوت اللي كانت موجوده على ايتي بالعربي، اسئله كتير قوي لينا، فاحنا كمان كجمهور بنسالك نفس الاسئله، ارجو يبقى ليها اجابات. واحنا بنقول لك يعني جود لك في حياتك بقى. ابعد بقى عن شيرين اللي هي التوكسيك اللي مش كويسه، كفايه بقى، كفايه كفايه كفايه، وسيبها لاهلها يعالجوها يا حسام، وخليها ترجع تاني تقف على رجليها وترجع لجمهورها. وشيرين ما عنديش حاجه اقولها لك، ما عنديش حاجه اقولها لك. يعني ما عندناش حاجه، سواء انا مختلفه او متفقه معاكي، بس ما عندناش حاجه نعملها غير ان احنا ندعي ندعي ندعي. انت الوحيده اللي في ايدك تعرفي ترجعي نفسك لنفسك تاني، يعني خلاص خلاص. بس ارجوكي ارجعي، ارجعي. خلاص. اقول ايه؟ مساء النور والهنا عليكم. آه، يا جماعة والنبي ما حدش يكتب أي معلومات مغلوطة، عشان في حاجات كتير قوي مش صح، وأنا عندي القصة كلها، بس أنا للأسف مش هقدر أتكلم، ما ينفعش. وحشتوني قوي. ربنا يصلح الحال، يا رب يصلح الحال، يا رب يصلح الحال. آه، وحشتوني قوي 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 قوي. عندي شوية مش بطلع البرنامج علشان عندي وعكة صحية بسيطة كده، اخلص منها وربنا كريم بقى، يعني ان شاء الله مفيش حاجة، مفيش موضوع يعني، حاجة هبلة كده وخلاص. وعورها فعلا تغيب تسألني، الله اعلم معورة ولا معورهاش، ده
تحقيقات النيابه هي اللي تقدر تقول حاجه زي كده، وانا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده وما اعرفش، يعني مش عايزه افتي الصراحه. لازم تدخل المستشفى. وعيدة بتقول اعتقد على ما قد سمعت انها دخلت مستشفى، بس الله اعلم اذا كانت دي حقيقه ولا مش حقيقه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. انا عارفه انه مهما حصل، مهما قالت على اخوها، انا عارفه اخوها بيحبها والام ام، فان شاء الله مش هيسيبوها. يا رب يبقى هو ده آم، الوقعه اللي بعديها قومه لشيرين عبد الوهاب باذن الله. بشكركم جدا ان انتوا استحملتوني الوقت ده كله، وانتوا وحشتوني قوي قوي قوي. معلش انا لازم يعني امشي عشان شويه تعب بسيط كده. وبعدين انا عندي شويه حاجات كتير ان شاء الله، كل شويه هرجع كده ايه ابدا اتكلم معاكم هنا. وانا بحبكم كلكم، وميرسي على دعمكم، وميرسي على وقفتكم دايما في جنبي، وقفتكم دايما جنبي، و انا بحبكم